خلونا أقول لكم ليش رقد في زحمة على يابا، وشنو هذا المشروب اللي بيه فقاعات اللي كل الناس تشربه. قبل فترة جوي مجموعة من الناس كانوا لابسين تيشرتات مكتوب عليها أوتلي، براند الحليب النباتي اللي جدا مشهور. طلبوا كل قهوات يابا كوفي وقعدوا جربوها، وانا دا اراقبهم من بعيد اعتقد عجبتهم. بعد اسبوع يجي الدي اجل ويقول في عندكم دليفري من السويد. وقعت وانا واستلمتها، وطلع بيها طن أوتلي كريم اللي ما موجود اصلا بالامارات، وصل خاصه ليابا. وقررنا نسوي كولابوريشن يابا واوتلي في مهرجان القهوه العالميه لمده 3 ايام. بسم الله نبلش اليوم الاول. وصلنا موقع الايفنت، بدينا ننزل الاغراض وتوجهنا للبوث. البوث يخبل بنص موقع المهرجان. فريق اللاب بدأوا يجهزون الاستيشنات مالتنا، والمنيو متعلق. بالبدايه جانا طلب واحد، بعدين طلب ثاني، والحركه كانت ضعيفه، ما حد يجي علينا. صراحه انا كلش ضجت، توترت ورحت اجرب القهوات واشوف مسابقات الباريستا وادور لي على شغله جديده. بعدين بالطريق راجع للبوث، اباوع يمنا الناس تشرب المشروب مالتنا، اباوع يسرى الناس تصور المشروب، وين ما تباوع الناس بيدها مشروب يابا واوتلي. رجعت للبوث، الزحمه كانت مخيفه. بعد نص ساعه البوث انفجر زحمه. فتحت الانستغرام، موقع المهرجان حاطين رقم 2 من اهم الشغلات اللي لازم تزورها بالمهرجان. دخلت اساعد الشباب، اشرح للناس انه هاي قهوه فوقها فوم الزعفران وفوقها فقاعات الزعفران. Sweet coffee, saffron cream, saffron bubbles. You drink, you eat, you drink. خلال ساعتين طلعنا 250 كوب قهوه. Last 5 orders to go. Who's the lucky 5? 2 to go. This is the last drink for today. Sold out. Yay! الله يستر من باكر. نوافيكم بالاخبار. في مال الله.